تيشو كينغ، والد تشو يوان، يقف في قصره ويخاطب شعبه بحزن وحزم. الملك تشو كينغ بخطاب مليء بالحزن والقوة يقول: يا شعب مملكة تيشو، قبل سنوات طويلة، أصابت لعنة سوداء أرضنا، وجردتنا من قوتنا. لكننا يجب أن نحتفظ بالأمل. ابني، تشو يوان، هو الأمل، سيكسر هذه اللعنة ذات يوم، ويعيد لمملكتنا مجدها الضائع. يظهر تشو يوان كطفل صغير، عينيه ممتلئتان بالحزن والتساؤلات. رغم كونه من العائلة الملكية، يشعر بالضعف مقارنة بأقرانه، حيث لم يستطع استخدام الطاقة الروحية بسبب اللعنة. تيشو يوان يسأل والده بتعجب وحزن: لماذا لا أستطيع أن أشعر بالطاقة الروحية؟ لماذا أختلف عن بقية الأطفال؟ الملك تيشو كينغ يحاول تهدئته ويقول: يا بني، اللعنة قوية للغاية، لكنك تملك القوة اللازمة لكسرها. ستتعلم يوما ما كيف تتعامل مع هذا الألم، وعندما يحين الوقت ستكتشف قدرك الحقيقية. يظهر المعلم شيونغ، الرجل الحكيم ذو الشعر الأبيض، كمدرب خاص للطاقة الروحية، ويبدأ بتعليم تشو يوان كيفية التعامل مع قوته الروحية رغم تأثير اللعنة. المعلم شيونغ يشرح له بهدوء: الطاقة الروحية ليست مجرد قوة، إنها نوع من الحياة. لكي تتقنها، عليك أن تتحمل الألم وتفهم طبيعتها. شرط. بعد قرار تيشو يوان بخوض رحلته لفهم الطاقة الروحية وتحرير مملكته من اللعنة، يبدأ التدريب مع المعلم شيونغ في منطقة هادئة مليئة بالطبيعة، حيث يجد الجداول والأشجار التي تضفي هدوءا يساعده على التركيز. المعلم شيونغ يشرح له: الخطوة الأولى هي أن تهدأ وتستمع إلى نفسك. الطاقة الروحية ليست مجرد شيء يمكن تعلمه، عليك أن تشعر بها في الطبيعة من حولك. يجلس تشو يوان في وضعية تأمل محاولا استشعار الطاقة الروحية، لكنه يشعر بألم شديد يكاد يجعله يتوقف. كان الألم قويا لدرجة أنه فقد تركيزه وبدأ بالتنفس بصعوبة. تيشو يوان يحدث نفسه بألم ويأس: لماذا هذا الألم شديد؟ كلما حاولت التركيز، شعرت أن اللعنة تعيقني. المعلم شيون يرد بحزم: الألم جزء من رحلتك، وعليك أن تتعلم تحمله. القوة تتطلب تضحيات. مع كل محاولة، سيخف الألم قليلا، وستتمكن في النهاية من التغلب عليه. أثناء مقاومته للألم، تمر على بال تيشو يوان ذكريات قديمة، حيث يتذكر اليوم الذي عرف فيه لأول مرة عن اللعنة التي حلت على عائلته بسبب ملك شرير من مملكة أخرى كان يحسدهم على قوتهم وألقى عليهم اللعنة لإضعافهم. صوت والد تشو يوان في ذكرياته يقول له: تذكر، يا بني، اللعنة ليست النهاية. يوما ما ستستطيع أن تكسرها وتحقق مصيرك. بعد هذه الذكريات، يستعيد تشو يوان قوته وإصراره، ويقرر مواجهة الألم مجددا. تشو يوان يعبر عن تصميمه قائلا: لن أدع الألم يوقفني. هذه اللعنة ستكون دافعي لتحقيق ما هو أكبر. يلاحظ المعلم شيون قوة إرادة تشو يوان ويشيد بشجاعته وتحديه لنفسه. المعلم شيون يقول بابتسامة فخر: هذه البداية فقط يا تشو يوان. بشجاعتك هذه، ستتقدم إلى أبعد مما أتصور. شرط. بعد بداية تدريبه، يلتقي تشو يوان بشاب اسمه ليو تشينغ، الذي ينحدر من عائلة نبيلة في المملكة. يتميز ليو تشينغ بثقته العالية بنفسه وغروره بسبب قوته، ويشعر بتفوقه على تشو يوان. ليو تشينغ بسخرية: أحقا تظن أنك ستفعل شيئا وأنت ملعون؟ عائلتك الملكية هذه ضعيفة، كيف يمكنها أن تكون مصدر أمل للمملكة؟ تشو يوان يرد بنظرة مليئة بالتحدي: اللعنة ليست نقطة ضعفي. سأحولها إلى قوتي، وسأثبت للجميع ذلك. يتحدى ليو تشينغ:
تشو يوان في مواجهة، ليثبت له أنه أضعف مما يتخيل. ويشترط عليه أن يعترف بضعفه إذا خسر التحدي. رغم قلة خبرته، يقبل تشو يوان التحدي، ويقرر أن يستغل الفرصة لاختبار قوته وتقدير مدى تطوره. تشو يوان بثقة يقول: لن أتهرب من التحدي. سأواجهك وسأريك أنني قادر على إثبات النفس. يبدأ القتال، وليو تشينغ يسدد ضربات سريعة وقوية، محاولا الضغط على تشو يوان. في البداية، يجد تشو يوان صعوبة في مجاراته، خاصة وأنه لا يزال مبتدئا في فنون القتال. ليو تشينغ يستهزئ بمحاولات تشو يوان الفاشلة في رد هجماته. ليو تشينغ بسخرية أثناء هجومه: كما توقعت، أنت أضعف من أن تواجهني. تشو يوان يبتسم متحديا ويقول: المعركة لم تنتهي بعد. لا تستخف بي. يقرر تشو يوان التغيير في استراتيجيته ويبدأ بالاعتماد على المرونة والتفكير، بدلا من محاولة القوة المباشرة. فيحاول تفادي ضربات ليو تشينغ، أملاً في إرهاقه وخلق ثغرة في دفاعه. تشو يوان يحدث نفسه قائلاً: القوة ليست كل شيء. يمكنني استغلال مهاراتي والتحرك بذكاء، حتى أتمكن من الهجوم في اللحظة المناسبة. بعد سلسلة من المناورات، يجد تشو يوان فرصة للهجوم، ويستغلها بتوجيه ضربة مفاجئة وقوية لخصمه، مما يصيب ليو تشينغ ويجعله يفقد توازنه. يبدي المشاهدون إعجابهم بإرادة تشو يوان، ويشعرون بأن لديه إمكانيات خاصة رغم اللعنة. أحد المشاهدين يقول بإعجاب: هذا الفتى يملك إرادة عظيمة. رغم ضعفه، استطاع الصمود أمام خصم كاف ليو تشينغ. ينتهي القتال، ويغضب ليو تشينغ، ولكنه يعترف بقوة إرادة تشو يوان التي لم يتوقعها. يشعر تشو يوان بالفخر لتجربته هذه، ويعرف الآن أنه قادر على تحقيق المزيد. المعلم شيونغ ينظر إليه بإعجاب، ويقول له إن هذه المعركة كانت البداية فقط وأن أمامه تحديات أكبر. المعلم شيونغ بابتسامة يقول: أحسنت، يا تشو يوان. هذا كان مجرد اختبار بسيط، ولكنك أثبت أنك مستعد للتحديات القادمة. بعد عدة أيام، بينما يتجول تشو يوان في إحدى الغابات القريبة من القصر، يكتشف شيئًا غريبًا مخفيًا بين الأشجار. يكتشف جوهرة سحرية غريبة، ينبعث منها ضوء باهر، ويشعر بجاذبية قوية تجذبه نحوها. تشو يوان في دهشة يقول: ما هذه الجوهرة؟ أشعر بقوة عظيمة منها. عندما يلمس الجوهرة، يبدأ يسمع أصواتًا غامضة ويرى رؤى لمشاهد قديمة من العصور الماضية. تهمس الجوهرة له بأنها قادرة على مساعدته في كسر اللعنة. الجوهرة تخاطبه بصوت غامض: يا ابن الملك، أنت الذي تسعى لتحرير مملكتك، سوف أمنحك قوة جديدة. لكن عليك أن تثبت نفسك وتتحمل الألم. يشعر تشو يوان بطاقة هائلة تتدفق من الجوهرة إلى جسده، رغم الألم الذي يجتاحه. ورغم صعوبة التحمل، يقرر أنه مستعد لتحديات أكبر في سبيل تحقيق أهدافه. تشو يوان يقول بعزم: سأتحمل هذا الألم، وأستغل هذه القوة لتحرير مملكتي. شرط. أثناء استكشافه لقواه الجديدة، يصل إلى مملكة تشو شخص غامض يدعى وو شانغ، ويبدو أنه يحمل مشاعر عدائية تجاه تشو يوان وعائلته الملكية. وو شانغ يخاطب تشو يوان بمكر: سمعت أن ابن الملك ما زال يطمح في كسر اللعنة، لكنها مسألة أكبر من قدراتك، يا فتى. يدرك تشو يوان أن وو شانغ ليس شخصا عاديا، بل يحمل مهارات استثنائية وقوة طاقة روحية. يتبادلان كلمات التحدي والتصادم، حيث يؤكد تشو يوان أنه لن يسمح لأحد بإيقافه. تشو يوان يقول بصوت واثق: لن أسمح لأي شخص بأن يقف في طريقي مهما كانت قوته.
كجزء من اختبار قوته، يستعرض وو شانغ مهاراته عبر هجوم طاقي مفاجئ، لكن تشو يوان يستخدم بعض الطاقة التي منحته إياها الجوهرة ليتصدى للهجوم بصعوبة. وو شانغ يتفاجأ ويقول بسخرية: لم أكن أتوقع منك هذا. يبدو أنك أكثر من مجرد أمير ضعيف. شرطة. يبدأ تشو يوان بتكوين تحالفات جديدة، حيث ينضم إليه مجموعة من الأصدقاء الذين يدعمون هدفه، ويؤمنون بقدرته على تحقيق النصر. هؤلاء الأصدقاء يعززون ثقته، ويشكلون معه فريقا لمواجهة التحديات. أحد الأصدقاء يقول له بحماس: نحن معك، يا تشو يوان. سنساعدك في أي وقت تحتاج فيه الدعم. يستمر تشو يوان في التدريب مع المعلم شيونغ، الذي يعلمه كيفية التحكم في الطاقة الروحية على مستويات أعلى. هذه التدريبات تتطلب تضحيات كبيرة وجهودا مستمرة من تشو يوان. المعلم شيونغ يقول له بصوت صارم: التحكم في هذه المستويات من الطاقة ليس سهلا، ولكنه ضروري. إن أردت كسر اللعنة، عليك أن تتقنها بشكل كامل. بعد أسابيع من التدريب المكثف، يشعر تشو يوان بثقة أكبر ويصبح أكثر قدرة على التحكم بقوته، ويصبح مستعدا لمواجهة وو شانغ وأي تحديات أخرى تقف في طريقه نحو تحرير مملكته. بعد تدريباته المتواصلة وازدياد قوة تشو يوان، يقترح عليه المعلم شيونغ أن يبحث عن كنز روح قديم يقال إنه يمتلك طاقة قوية قادرة على تعزيز قواه وتزويده بقدرات إضافية لمواجهة اللعنة. يدرك تشو يوان أن هذا الكنز قد يكون مفتاحا لتحطيم قيود اللعنة وإثبات جدارته كأمير. المعلم شيونغ بتحذير واضح: الطريق صعب جدا، فهناك حراس أقوياء وطاقة مظلمة تحيط بهذا الكنز. لكن إذا استطعت تحمله والوصول إليه، فقد تجني منافع كبيرة. ينطلق تشو يوان في رحلته مع أصدقائه المخلصين، ويخوضون طريقا مليئا بالمخاطر في جبال وعرة. يظهر أصدقاؤه شجاعة وتضامنا، وهم مستعدون لمواجهة أي تحد بجانبه. على الرغم من الصعوبات، يشعر تشو يوان أن تجربته أصبحت جزءا من تشكيله كقائد. تشو يوان يقول بحماس لأصدقائه: لن نتراجع مهما كانت الصعوبات، نحن قريبون من تحقيق خطوة مهمة نحو هدفنا. أثناء اقترابهم من مكان الكنز، يظهر عدد من الوحوش الحارسة، والتي تمتاز بقوة كبيرة ومهارات قتالية. المعركة شديدة وتحتاج لكل القوة والتعاون بين تشو يوان وأصدقائه. أحد الوحوش يهدر بصوت مخيف: من تجرأ على دخول هذا المكان المحرم؟ تشو يوان يرد بثقة: نحن هنا لنتحدى هذا المصير، ولن نخشى شيئا بعد الآن. بفضل التعاون والإصرار، يتمكنون من هزيمة الوحوش الحارسة ويكملون طريقهم. يشعر تشو يوان بفرحة صغيرة ممزوجة بالحذر وهو يدرك أن هذه مجرد بداية لاختبارات أصعب تنتظرهم. شرطة. عند وصولهم إلى الكهف المخفي الذي يحتوي على الكنز، يواجهون حراسا روحانيين قدامى أقوياء، يتمتعون بقدرات روحية نادرة ويحمون الكنز بقوة كبيرة. يفاجأ تشو يوان وأصدقاؤه بقوة هؤلاء الحراس التي تتطلب استراتيجيات مختلفة للتغلب عليهم. أحد الحراس بصوت حازم يقول: هذه الأرض محفوظة للطاقة الروحية العظيمة، لن يسمح لأي دخيل بالاقتراب. يدرك تشو يوان أن القتال ضد الحراس الروحيين ليس مثل أي قتال آخر، هؤلاء الحراس يمتلكون مهارات فريدة، ويحتاج استخدام قوته الروحية المكتسبة من الجوهرة بدقة وحذر لمجاراتهم. تشو يوان يحدث نفسه قائلاً: علي استغلال قوتي المكتسبة بذكاء. هذا التحدي لن يكون سهلاً. بعد قتال طويل ومهارات مبتكرة وتنسيق بين تشو يوان وأصدقائه، يتمكنون من إضعاف الحراس الروحيين وتحقيق النصر. وأخيراً،
يصلون إلى الكنز الذي بداخله بلورة روحية قوية. تشو يوان يقول لأصدقائه: لقد اقتربنا من تحقيق شيء عظيم، هذا الكنز قد يكون هو ما نحتاجه. شرطة. عندما يلمس تشو يوان البلورة، يشعر بطاقة هائلة تتدفق نحو جسده، وكأن البلورة تستجيب له. تتدفق هذه الطاقة بقوة، مما يجعل جسده يرتجف تحت ثقلها، ويشعر وكأنها تحاول اختبار إرادته. شو يوان باندهاش يقول: هذه الطاقة قوية جدا، أشعر وكأنها تحاول استيعابي بالكامل. يدرك تشو يوان أن عليه تحمل الألم الناجم عن اندماج الطاقة معه، وأن هذه القوة يمكن أن تكون مفيدة له في كسر اللعنة. يقرر أن يتحمل الألم مهما كان صعبا، ويركز على هدفه الأكبر في تحرير مملكته. تشو يوان بإصرار: سأتحمل هذا الألم مهما كان الثمن، فهذه القوة هي ما أحتاجه لتحقيق حلمي. بعد اكتمال الاندماج، يشعر تشو يوان بقوة روحية هائلة داخل جسده، وكأن القيود التي كانت تقيده بدأت تتلاشى. يفهم أنه قد اجتاز مرحلة جديدة، وأن هذه القوة ستساعده في تحقيق أهدافه المستقبلية. تشو يوان يقول بثقة متجددة: الآن أصبح لدي القدرة على مواجهة كل التحديات القادمة. شرطة. بعد رحلة شاقة، يعود تشو يوان إلى مملكة تشو ومعه قوته الروحية المتجددة. يلاحظ الجميع تغيرا في شخصيته وثقته المتزايدة، ويشعر أفراد العائلة الملاكية والمواطنون بأن أميرهم أصبح أقوى. أحد المواطنين يهمس: هل رأيت كيف تغير الأمير؟ يبدو كقائد قوي الآن. يبدأ تشو يوان تدريبات مكثفة تحت إشراف المعلم شيونغ، حيث يعمل على إتقان التحكم في قوته الجديدة. التدريب يتضمن تحسين مهاراته القتالية ورفع مستوى طاقته الروحية بشكل يضمن استغلال كل قدرته. المعلم شيونغ يقول له بجدية: التحكم بهذه القوة الجديدة يتطلب التركيز والانضباط، لا يمكن أن تهدر أي جزء منها. يكرس تشو يوان نفسه للتدريب بشكل كامل، غير مبال بالتعب أو الآلام، مؤمنا بأن كل خطوة تقربه من كسر اللعنة وتحرير مملكته من القيود. ينمي مهاراته الروحية باستمرار ويطور أساليب قتالية جديدة. تشو يوان يقول لنفسه بحزم: لن أستسلم الآن. هذه القوة ستساعدني في إكمال ما بدأت به. مع عودة تشو يوان إلى مملكة تشو، تبدأ الأخبار حول قوته الجديدة في الانتشار بسرعة بين الناس. يلاحق الجميع حديثه، ويبدأ الشعب في الحديث عن إنجازاته في معركة الحراس. أصبح الأمير محل فخر واعتزاز للجميع، ومن ثم ظهرت شائعات حول قوته الروحية العظيمة. أحد المواطنين يقول بحماس: الأمير تشو يوان أصبح أقوى من أي وقت مضى. ربما يكون هو من سيحررنا من اللعنة. آخر يضيف: لقد خاض معارك شاقة ونجح في التغلب على حراس أقوياء. هذه هي القوة التي تحتاجها المملكة. يبدأ الملك تشو كينغ وكل أفراد العائلة المالكة في ملاحظة التغيير الكبير في تشو يوان. الملك فخور بابنه ويدرك الآن أنه ليس فقط الأمير الذي يورث العرش، بل أصبح قائدا حقيقيا قادرا على قيادة المملكة في معركة حاسمة ضد اللعنة. الملك تشو كينغ بابتسامة: ابني أصبح أكثر قوة مما توقعت، يبدو أنه سيصبح أعظم من أي أمير مر على المملكة. أحد القادة العسكريين: لقد أصبح الأمير هو الأمل الوحيد لنا، قوته الحالية غير عادية، وسنحتاج إلى كل هذه القوة لرفع اللعنة. بينما يتحدث الجميع عن تشو يوان وقوته، يدرك الأمير أن التحديات القادمة ستكون أصعب. الممالك المجاورة تراقب تحركاته، والعديد من الأعداء الأقوياء يعرفون أن قوته الجديدة قد تساوي تهديدا حقيقيا لهم. يبدأ تشو يوان في التحضير لخوض معركة حاسمة.
شرطة. تتجه أنظار جيوش من الممالك المجاورة إلى مملكة تيشو، حيث يعرفون الآن أن الأمير تيشو يوان قد اكتسب قوة كبيرة. هذه القوة تجعلهم يشعرون بالتهديد، لذا يبدأون في حشد الجيوش لتحجيم تيشو يوان ووقف تقدمه. تزداد التوترات بين الممالك، ويعلم الجميع أن معركة وشيكة ستحدث قريبا. قائد الجيش المعادي يقول بخبث: إنه الأمير الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى. لا يمكننا السماح له أن يزداد قوة، يجب أن نوقفه قبل أن يصبح تهديدا حقيقيا. تشو يوان يشعر بمسؤولية أكبر الآن. رغم أنه أصبح قويا، إلا أن عيون العديد من الأعداء تلاحقه، وهذه بداية تهديدات كبيرة. يبدأ في التخطيط لكيفية التصدي لهذه التهديدات. يجتمع مع معلمه شيونغ ورفاقه لاستراتيجيات الدفاع عن المملكة. تيشو يوان يقول بحزم: الأعداء يقتربون، وعلي أن أكون مستعدا. هذه المملكة في خطر، ولن أسمح لهم بالاستيلاء عليها. يشرع تشو يوان في وضع خطة دفاعية بالتعاون مع الجنرالات المحليين، حيث يدرس كل خياراته ويضع استراتيجيات لملاقاة الأعداء في المعركة القادمة. يشعر بالإصرار، ويعرف أن هذه هي اللحظة التي سيختبر فيها قوته الحقيقية. أحد الجنرالات يقول: إذا حاولوا الهجوم، سنكون جاهزين. قوتك الجديدة ستحدث الفرق. شرطة. تيشو يوان يواصل تدريباته المكثفة من أجل مواجهة الأعداء. يقضي ساعات في تحسين تقنياته الروحية والقتالية، مستخدما طاقته المكتسبة من البلورة الروحية لتعزيز قدرته بشكل غير مسبوق. يشعر أن هذه هي اللحظة التي سيتحمل فيها مسؤولية المملكة كاملة. تشو يوان يردد لنفسه: إذا لم أكن مستعدا الآن، فسأفقد كل شيء. يجب أن أكون أقوى من أي وقت مضى. بعد أيام من التحضير، تبدأ المعركة الأولى مع القوات المتقدمة للأعداء. تشهد المملكة لأول مرة قوة تشو يوان الحقيقية وهو يقاتل على أرض الواقع ضد الأعداء الذين يريدون تدمير المملكة. يستخدم تقنيات قتالية مبتكرة ويشحن قوته الروحية لملاقاة أكبر التهديدات. تشو يوان في المعركة: لن تلمسوا أرضنا. سأسحق كل من يعترض طريقي. رغم أن الأعداء كانوا أقوياء، يتمكن تشو يوان من هزيمة العديد منهم باستخدام استراتيجياته القتالية المتقنة وتقنياته الروحية القوية. المعركة تظهر قفزة كبيرة في قوته، وهو ما يدهش الأعداء الذين يبدأون في التراجع. قائد العدو يصرخ في غيظ: كيف يمكن لهذا الأمير الشاب أن يكون بهذه القوة؟ هذا يفوق توقعاتنا. شرطة. تشو يوان يدرك أن المواجهات القادمة ستكون الأصعب. بالرغم من انتصاره على الأعداء في المعركة السابقة، إلا أنه يعلم أن المعركة ضد اللعنة التي تسيطر على المملكة هي المعركة الحاسمة. يواصل تدريباته لتحسين تحكمه في القوة الروحية التي اكتسبها. المعلم شيونغ يقول له: اللعنة ليست شيء يمكن التغلب عليه بسهولة. يجب أن تحكم سيطرتك على طاقتك بالكامل قبل أن تواجهها مباشرة. بخلاف التدريب الجسدي، شو يوان يبدأ في إعداد نفسه عقليا وروحيا للمواجهة الكبرى. يدرك أن التصدي للعنة يتطلب أكثر من القوة الجسدية، بل يحتاج إلى تركيز شديد على السيطرة الداخلية. يبدأ في تعلم تقنيات التأمل العميق لتعزيز قوته الروحية والتغلب على الخوف الداخلي. تيشو يوان يحدث نفسه بجدية: يجب أن أتحكم في كل جزء من طاقتي. إذا كنت سأكسر اللعنة، يجب أن أكون هادئا وقويا من الداخل. أخيرا، شو يوان يتخذ قرارا مصيريا: الآن حان الوقت لمواجهة اللعنة في قلب الجبال المظلمة حيث يقال أن طاقتها السلبية تتركز. يذهب مع أصدقائه ومعلمه شيونغ في رحلة جديدة، مستعدا للمواجهة النهائية.
تشو يوان يقول بحزم: سأكسر هذه اللعنة وأحمي مملكتي. هذه هي اللحظة التي ننتظرها جميعا. بعد اتخاذ قراره بملاقاة اللعنة في قلب الجبال المظلمة، يبدأ تشو يوان مع أصدقائه ومعلمه شيونغ في رحلتهم الجديدة. تلك الجبال التي يقال إنها ملاذ للطاقة السلبية واللعنات القديمة. طريقهم محفوف بالمخاطر والتحديات التي تتطلب استراتيجيات دقيقة. تيشو يوان يعلم أنه يجب أن يكون مستعدا تماما لمواجهة أقوى قوى الظلام. تشو يوان وهو يلتفت لأصدقائه: هذه الرحلة ليست سهلة، لكن علينا أن نواجهها معا. هذه اللعنة يجب أن تنكسر الآن. أثناء تقدمهم في الطريق نحو قلب الجبال، يصادف تشو يوان وأصدقاؤه مخلوقات مظلمة غريبة تتغذى على الطاقة السلبية. هذه المخلوقات شديدة القوة، وتهدد حياتهم بشكل جد. يضطر تشو يوان لاستخدام كل قدراته الجديدة لمواجهة هذه المخلوقات التي لا تظهر أي رحمة. أحد المخلوقات يهدر في وجههم: لقد دخلتم إلى أرضنا، لن تخرجوا أحياء. تيشو يوان يتنقل بين الهجوم والدفاع باستخدام تقنيات الطاقة الروحية التي اكتسبها من البلورة. يتمكن من هزيمة العديد من المخلوقات بفضل قوة عزيمته وقوة الطاقة التي يديرها بحذر. رغم أن القتال كان صعبا، إلا أن الأصدقاء يثبتون قوتهم بالوحدة والعمل الجماعي. شو يوان وهو يقاتل بشراسة: لن نسمح لكم بعرقلتنا، يجب أن نواصل طريقنا. شرطة. بعد أن اجتازوا العديد من المعارك، يصل تشو يوان وأصدقاؤه إلى قلب الجبال المظلمة، حيث يلتقون أخيرا بالقوة الأصلية للعنة. هناك، تكتشف تشو يوان أن اللعنة ليست مجرد قوة مظلمة، بل كائن قديم، وكأنها طاقة شريرة قديمة تحاول تدمير كل ما هو جيد في العالم. في تلك اللحظة، يدرك تشو يوان أن ما يواجهه أكبر بكثير مما تخيله. اللعنة تتحدث بصوت عميق ومظلم: أنت لا تعرف شيئا عن الظلام الذي يسكن هذا العالم، كيف يمكن لأمثالك أن يقاوموا قوتي؟ تيشو يوان يحاول السيطرة على قواه الروحية في لحظة من التوتر الشديد. المعركة القادمة ستكون معركة حياة أو موت، حيث لن يكون هناك مجال للخطأ. إشيونغ ينصحه بأن يستخدم كل ما تعلمه خلال رحلته، وألا يستخف بقوة العدو. المعلم شيونغ يحذره: إن اللعنة قديمة جدا، وقوتها تتجاوز ما نعرفه. ولكنك إذا استخدمت كل ما اكتسبته من قوة، يمكن أن تجد نقطة ضعفها. يبدأ تشو يوان في الهجوم باستخدام تقنياته القتالية المتطورة وأقوى طاقاته الروحية، بينما تتفاعل اللعنة معه بشكل غير متوقع. تشعر اللعنة بتهديد حقيقي، وتستجيب لها بقوة غير عادية. المواجهة تصبح شديدة، حيث يراوغ تشو يوان ضربات اللعنة ويعزز من قوته بتقنيات روحية معقدة. تشو يوان وهو يهاجم بقوة: لقد كبرت بما يكفي لمواجهتك، ولن أسمح لك بتدمير كل ما أحب. على الرغم من صعوبة المعركة ضد اللعنة، تشو يوان يواصل الهجوم بشجاعة وبتركيز عال. يبدأ في استخدام كل جزء من طاقته الروحية في هجوم متواصل، محاولا كسر الحواجز التي وضعها الكائن المظلم. في تلك اللحظة، يظهر أن هناك نقطة ضعف في القوة السلبية للعنة، وهي عندما تندمج طاقة تشو يوان مع الإرادة القوية التي اكتسبها خلال رحلته. تشو يوان يهتف بقوة: سأكسر هذا الظلام. قوتي الآن أكبر من أي وقت مضى. بعد معركة مريرة، يتمكن تشو يوان من كسر الطاقة السلبية للعنة، وتفجر طاقة هائلة تنقض على الكائن المظلم وتبدده تماما. في تلك اللحظة، يشعر تشو يوان بفرحة كبيرة، حيث تنكسر اللعنة أخيرا، وتنطلق طاقة إيجابية تحيط به.
يظهر السماء أكثر إشراقًا بعد القضاء على الظلام الذي كان يسيطر على المملكة. اللعنة تنهار بصوت مبحوح: أنت! لقد هزمتني. بعد الانتصار الكبير، يعود تشو يوان إلى مملكته، حيث يستقبله الشعب كالبطل. يحتفل بنجاحه الكبير في القضاء على اللعنة، وتبدأ المملكة في الشفاء من تأثيراتها السلبية. تشو يوان يشعر بالفخر لما حققه، ولكنه يعرف أن طريقه لا يزال طويلاً. ومع ذلك، هو الآن أقوى، وأكثر استعدادًا لمواجهة أي تحديات جديدة قد تظهر في المستقبل. شو يوان وهو يتحدث مع أصدقائه: لقد كانت رحلة طويلة وصعبة، ولكننا فعلناها. الآن، يمكننا أن نبني مستقبلًا أفضل. رغم الانتصار على اللعنة، يبدأ تشو يوان في الشعور بوجود تهديدات جديدة تلوح في الأفق. هناك قوى شريرة أخرى لا تزال موجودة في الظلام، وتحاول التسلل إلى المملكة. تيشو يوان يدرك أن دوره كحامي للمملكة لم ينتهي بعد. أحد المستشارين يقول بقلق: هناك إشارات على أن الشر لم ينتهي بعد. يجب أن نكون حذرين، فالقوى التي هزمناها ليست الوحيدة التي تهددنا. تيشو يوان يبدأ التحضير للمرحلة التالية من رحلته. على الرغم من الانتصار، إلا أن التهديدات الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يبدأ في تجميع تحالفات مع الممالك الأخرى ويخطط للمرحلة القادمة بحذر. تيشو يوان مع أصدقائه: الظلام لن يتوقف هنا، ولكنني سأكون مستعدا للمواجهات القادمة. المملكة ستكون في أيد أمينة. ينتهي الفصل بتلميح إلى أن تشو يوان أصبح أكثر نضجًا واستعدادًا لمواجهة أي تحديات في المستقبل. مع قوته الجديدة وعقليته المتقدمة، يدخل فصلًا جديدًا في حياته، مليئًا بالمغامرات والتحديات التي قد تغير مصير المملكة إلى الأبد. لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة.